خش. يعني هو مفيش نظر. الشيخ لوشة بيسلم على حريم، وبعدين الشيخ لوشة ما انت اللي رايح لها برضه، ينفع كده يا شيخ لوشة؟ عذرا الاختاه، انت تعلمين اني لا اصافح النساء. عذرا يا اختاه، انت تعلمين ان انا لا اصافح النساء. هيعيط وهو بيتكلم. انت تعلمين ذلك، ولكن بتصممي انك تضايقيني على طول. خلاص يا شيخ لوشة، مش هتعمل كده تاني. كمل بقى، شوف هتعمل ايه في قعدة الصلح دي. هنبدأ بأهل الزوجة. اتفضلوا. العيشه دي ما تنفعناش يا شيخ. على الطلاق ما حد مد يده على اختي، وبريزه دي مد يده. ما عنديش حل غير الطلاق. بس تخربش على اختك، بس بالراحة. سيب بس الشيخ لوشة كده يظبط لك الدنيا، وصلي على النبي. ده آخر الحديث. ده اخر حديث. واحد فقط من أهل الزوجة يتحدث. نسمع بقى الطرف التاني، نشوف بقى هيقول ايه. مش عارف هو هيقول ايه بالظبط، بس يعني ده مخرشمها مطلع عينيها، بس خلينا نشوف. السلام عليكم. سيبني انا باريزة اتكلم. وتتكلم انت ليه بقى؟ مرة ايه بقى ان شاء الله؟ واحد وضرب مراته، داخل انت تتكلم تهبب ايه انت بقى؟ معلش. لا تتكلمي واسكت، انا اللي هقول. انا ايوه كده يا باريزة، خليك ثابت على موقفك. انت اللي ضربتها، يبقى انت اللي تتكلم ولا ايه؟ كده الكلام ده انا الكبير عليا الطلاق، ما حد هيتكلم. انا اللي شفت مراتك والسواد والفضايح. شفت ايه؟ شفت ايه؟ وبعدين هو انتوا كنتوا بتضربوها مع بعض؟ ما تسيب بقى باريزة يتكلم، مش جوزها وضربها؟ لا، غريبة اوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده مفيش أدب في الحديث. ادب ايه يا شيخ لوش؟ هما رفعوا الكراسي على بعض، دول بيتعازموا عشان يتكلموا بداله. حاجة غريبة اوي، ما يسيبوا الراجل يتكلم. انا اسف يا شيخ، انا اللي هتكلم. اخيرا لقينا حد هيتكلم. اتفضل يا باريزة، اتكلم. اتفضل. إيه اللي حصل؟ انا مش هتكلم غير قدام المحامي بتاعي. بص يا شيخ، انا شايف بيتي مليون على 100 مليون على 100؟ ماشي، هنعديه. ومكفيه وما بخونش، ما بعرفش حريم ولا كلام ده. صادق يا باريزة، صادق مش كداب، كمل. يرضيك يا شيخ ارجع متاخر الاقي الولايه قاعده عامله لي لايف؟ حقك يا باريزة، حقك تاخد موقف. وعملت ايه بقى يا باريزة؟ الدم فار ومسكت الكرسي اديتها بدماغ. مسكت الكرسي واديتها بيه، وبعدين جرالها ايه بقى بعد كده؟ فتحت لها دماغ. الله عليك، انت كده، انت 100 100. احلى حاجه عجباني في باريزة انه ما بيكدبش. ضربتها بالكرسي في دماغها، فتحت لها دماغ. خلاص انت بتاكد على المعلومه يا باريزة، ما خلاص عرفنا ان انت اديتها على دماغها، خلاص. أما الضرب اللي حضرتك بتضربه ده افتراء وظلم. صح يا شيخ لوش، كلامك مظبوط. وبعدين في حد اتجوز واحد اسمه باريزة برضه؟ حاجه غريبه برضه. عم الشيخ انت على دماغنا يا عم الشيخ، بس لولاك قاعد واديني اللي كنا صرفنا معاه دم. معلش، ما انت اللي غلطان برضه، كنت المفروض توري له عين حمرا من اولها. وبعدين يا رجاله الموضوع كبر وانا ما استغناش عنها، عايزها. عايزه ايه يا باريزة؟ هي عربيه يا باريزة؟ الله، هو انت لو لبست نضاره هتغير رايك اصلا فيه؟ يا عم خلاها تغور، انت مش شايف وشها عامل ازاي؟ سكت اخوك يا باريزة عشان بدات اتخنق منه. عايزها. انا اضمنك عند الشيخ، مفيش حل غير الشيخ قدامنا، افهم الكلام. اهو ده العقل اللي فيكم، هيحلها مع الشيخ. اتفضل بقى يا شيخ لوش، حل يا باشا. يا شيخ انا مش عايز اطلق، انا ما اقدرش استغنى عنها، حللي. ما تبقاش واقع كده يا باريزة، الله انشف يا راجل، عزز نفسك. لعنة الله عليك. الشيخ لوش هيبطل يقعد في قعدة صلح تاني بسببك يا باريزة. 85 غرزة في وشها. 85 غرزة في وشها؟ ليه يا عم؟ انت كنت بتلعب تنس في وشها ولا ايه؟ وشها مش عارف أشوف. يعني مش نافعه. منك لله. منك لله يا باريزة، منك لله. شايلت الولاء في وشها. يانا. اتق الله. هحاول أحللك معاها وما تضربهاش تاني. ما هو طبيعي يا شيخ لوش، هو بقى في مكان يضرب فيه تاني؟ عمرك انا سايبك عمرك. الله، بالسرعة دي؟ ايه يا شيخ لوش؟ احنا هنكلفت ولا ايه؟ مش لازم ناخد وندي كده في الكلام شوية؟ حاضر يا شيخ. انا مش عارف يرضوا يصطلحوا معاك ازاي بال 85 غرزة اللي انت عاملهم في اختهم دي. الزوجة راضي الزوجة، لعنة الله عليك، انت معورة الزوجة. نقدر نقول دلوقتي الف مبروك، باريزة رجع لمراته اللي شايلها في وشها، والحمد لله اخواتها راضين عنها، الحمد لله.